ديل منو وديل من وين؟ ديل احفاد نضال وكفاح، وديل اخوان حمايتي الكفاح، وديل في الله من الله، وديل من الله في الله، ودايرين الوطن يرتاح فوق عماتنا، يبقى عزيز يعلو، ونكتب الارواح فيه ونقيم حدود الدين وشرع الله الحنيف الصح. قوات الدعم السريع اسم لم يأتي من فراغ، بل جاء عن جدارة واستحقاق لما تمتاز به هذه القوات من خفة في الحركة وسرعة في التنقل وإنجاز للمهام في كل المحاور ومباغتة الأعداء داخل دفاعاتهم. الحمد لله أنا كنت موجود لما القوات دي خشت. واحد قواتنا استطاع أن يدمر 3 عربات أمام المسجد، أنا قاعد استطاع أن يدمرها. دمر أول حاجة، دمر الرباعي وقتل فيه عربية ورجع بالخلف، دمر العربية الثانية والثالثة. في النهاية استطاع الحمد لله أن يقضي عليهم ال3 عربات ودمر في نفس اللحظة ونحن موجودين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حيث أعدت هذه القوات لتكون سندا للقوات المسلحة والداعم الأول لها لما تملكه من ترسانة قتالية فعالة ورجال لا يهابون الموت من أجل أن يهنأ هذا البلد وأهله بالاستقرار. نالوا جرعات تدريبية عالية لمثل هذه العمليات النوعية في أرض المعركة. ولقد حققت قوات الدعم السريع انتصارات باهرة أرهبت الأعداء من المرتزقة والعملاء الذين ولوا الأدبار ولم يصمدوا أمام ضرباتهم الموجعة وقوة عزيمتهم التي لا تتزحزح. ولقد أثبتت قوات الدعم السريع بأنها الساعد الأيمن للقوات المسلحة، وقد ثبت ذلك جليا في عمليات الصيف الحاسم عبر متحرك الدعم السريع بجبال النوبة، حيث تحركت القوات بعزيمة الرجال وقومية التوجه وعقيدة القتال تنازل أعداء الله والوطن.